السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة يا ربي. اليوم إن شاء الله نحضر معكم شاورما منزلية اللي كتجي رائعة وبنينة بزاف بواحد التتبيلة اللي هي بسيطة واقتصادية، وكذلك ما غاديش نحتاجو نهائيا الآلة اللي كنقادو فيها البانيني أولا الشاورما. فقط غير في المقلة نعطيكم واحد الحيلة باش هكا الشاورما ديالكم كتاخد واحد الخطوط اللي هما محمرين وكيجي الشكل ديالهم زوين بزاف بلا الآلة البانيني نهائيا. هنا ندوزو نقادو التتبيله. اول حاجه كنحتاجو معلقه كبيره ديال البابريكا، معلقه اللي كتكون ممسوحه، 4 معالق صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكمون اللي كتكون ممسوحه، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. غادي نحتاج معلقه ونص صغيره ديال الكزبر يابس مطحون عفوا. غادي نحتاج 3 ديال الفصوصه ديال الثومه، تقدروا ديروا 4 معالق ديال الثوم المجفف وفص واحد ديال الثومه. هنايا كنضيفوا الملح، كندير واحد شويه الملحه وكنسمو بالزعتر. بالنسبه للزعتر راه كيعطي مذاق غزال بزاف للشاورما. هنا غادي نضيفوا كذلك 3 المعالق صغار ديال الخل، ما يعادل معلقه وربع ديال الكبيره، يعني بالعبار ديال معلقه كبيره. هنا كذلك نص حامضه، نص حبه ديال عصير حامضه. وغادي نحتاجو هنايا صوص صوجا، الا كانت عندكم ديروها، الا ما كانتش استغناو عليها. معلقه كبيره ديال صوص صوجا كتعطي مذاق زوين، الا كانت عندكم عملوها. هنا معلقه صغيره ديال الموطارد اولا الخردل، غير معلقه صغيره بحال هكا. وغادي نضيف معلقه كبيره ونصف ديال ياغورت طبيعي بدون اي نكهه او سكر. بالنسبه لهاد ياغورت طبيعي انا عملت غير معلقه ونص، حيت ما عنديش واحد الكميه كبيره ديال الدجاج. الا عندكم واحد الكميه كبيره الدجاج ديروا علبه كامله. بالنسبه لي عندي غير صدر دجاجه، يعني غير صدر واحد ديال الدجاجه، معلقه ونص ديال ياغورت طبيعي راه كافيه. هنا غادي نضيفوا 2 معالق ديال زيت المائده، وغادي نحركوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، اولا هاد التتبيله كنخلطها مزيان مزيان. كنضيفوا صدر الدجاج اللي مقطع شرائح اللي كيكونوا طوال، ماشي هكا صغيورين، ما كنقطعهمش مكعبات، كنقطعوهم واحد الشرائح اللي كيكونوا طوال على هاد الطريقه هذه. كنديرهم في هاد التتبيله وكنبداو نحركو مزيان حتى كتشرب ليا اولا كتخلط ديك الدجاج كامل مع ديك العطريه. كنغطيها وكنخليها في الثلاجه واحد ساعه حتى ساعه ونص. الا بغيتو توجدوها ليله قبل، يعني ديروها في الليل وتخليوها في الثلاجه حتى الصباح، راه كيجي واحد الدجاج اللي غزال وشارب العطريه. هنا في واحد المقيله عملت معلقه صغيره ديال زيت المائده. الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، حيتاش في الاول درنا زيت المائده مع التوابل. هكا باش كيجيكم واحد الدجاج اللي ناشف. انا عملت غير واحد المعلقه صغيره ديال زيت المائده. كنخلي هاد المقله حتى كتسخن، وكنديروا الدجاج مع التحريك المستمر حتى كينشف ليا الدجاج تماما وكيتحمر على نار متوسطه. ما كنزيدوش النار وما كنقصوش النار. الا نقصتو النار يقدر ديك الدجاج يطلق الماء ديالو. الا زدتو في النار غادي يتحرق وما غيجيش زوين. نار متوسطه مع التحريك مستمر حتى كيجي محمر بهذا الشكل هذا. غادي نخليه على جنب. في نفس المقله غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال زيت المائده، وغادي نضيف عليها حبه ديال البصله اللي مقطعه شرائح على هذه الطريقه هذه. كنبقاو نحركوا فيها حتى كطيح لينا واحد شويه البصله، غير واحد شويه، ما كنخليوهاش حتى كتدبل تماما، يعني كطيب. كنخليو فيها واحد شويه د القرمشه باش كتعطي واحد المذاق زوين اولا واحد القوام زوين للشاورما. هنا خديت الخبز التورتيلا اللي درت فيه الصلصه اولا صوص الجيريان اللي كتكون حاره، كيبقى اختيار ديالكم. تقدروا تاخذوا غير المايونيز مع الكيتشوب، كتخلطوهم مع واحد شويه ديال الثوم المجفف وكديروها، راه كتعطي مذاق زوين. صافي. هنا كما شفتوا دهنت خبز التورتيلا، دهنت الجهه اللي كتكون طايبه واحد شويه، والجهه اللي بايضه كنخليها هي لتحت اللي كنحمرو من بعد. حيت الخبز التورتيلا دائما ملي كتشريوه كتلقى واحد الجهه شويه محمره، واحد الجهه بايضه بزاف، ما كيكونوش فيها ديك النقيطات محمرين. لذا الجهه اللي كتكون ما طايباش بزاف خليوها هي لتحت، والجهه اللي طايبه هي اللي غتعمروا فيها الحشوه. كما شفتوا درت شويه ديال الخس، ودرت فيها ديك البصله اللي شلط ومطيشه، ودرت فيها الدجاج والفريت، يعني بطاطا مقليه نشفتها من الزيت ديالها، خليتها هكا في واحد ديك الورق ديال المطبخ.
صافي وكنلفو بهذا الشكل هذا. كنردو الخبز الطورتيلا على الحشوه وكنلفو الجوانب وكنلفو بهذه الطريقه هذه. من احسن الشاورما ديالنا كنجمعوها، يعني كنلفوها على 3 ديال المرات ماشي غير 2 مرات، باش كتجينا واحد الشاورما اللي مجموعه هكا وكتجي الشكل ديالها مقاد وزوين. كنديروا الحشوه كذلك بهذا الشكل هذا. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، اي حاجه بغيتو ديروها، ولكن هذه الحشوه هذه بسيطه وكتجي بنينه بزاف وما كتجيش الشاورما اللي هي عامره بزاف. صافي كنديروا الدجاج، كنديروا الفريتس ديالنا وكنلفوا بهذه الطريقه هذه اللي غادي نوريكم. كنردوا هاد الجهه هذه كنردوها فوق الحشوه، وعاد كنجمعوا الجوانب بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه. كنردوا الجوانب بهذه الطريقه وكنعاونوا بالاصابع ديال يدينا وحنا كنلفوا الشاورما بهذا الشكل. كنلفوا المره الاولى وكنعاودوا مره ثانيه بحال هذه الطريقه هذه. هنايا انا عندي واحد المقله باش غادي نطيب فيها هاد الخطوط هادو كما كتشوفوا، كيعطي منظر زوين للشاورما. كنخلي المقله تسخن واحد شويه، كندهنها بالزيت وعاد كنديروا الشاورما. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد المقله هذه، كتاخذوا المقله العاديه الثقيله ديال الحرشه. كناخذوا ديك الصفافد ديال الشوا سواء ديال الخشب او ديال الحديد، يكونوا شويه صغار على حسب المقله. الا ما عندكمش يعني الصفافد الكبار، شوفوا شي مقله كبيره، ماشي ضروري مقله ثقيله. كنستفوهم حدا بعضياتهم هكا في المقله وكندهنوهم بالزيت وكنحطوا فوق منهم الشاورما وكنبداو نضغطوا بواحد ملعقه مزيان حتى كياخذوا لينا ديك الشكل، يعني اولا ديك الخطوط. راه هاد الطريقه هذه زوينه، كنت كنديرها انا من شحال هذه الصراحه. كنعملوا ديك الصفافت الصغار ديال الخشب، انا كنت كندير غير ديال الخشب، كنهرسهم على جوج وكنديرهم في مقله الا كانت عندي صغيره، وكندهنهم بالزيت وكندهن المقله بالزيت وكنحط فوق منها هاد الشاورما ديالي وكنبدا نضغط عليها مزيان حتى كياخذوا لينا ديك الخطوط بحال هكا. ديك الشاورما كتاخذ الخطوط. اهم حاجه انكم دهنوا الشاورما ملي تبغيو تقلبوها، دهنوها شويه هكا بالزيت عاد قلبوها باش هكا كتاخذ لكم لون محمر. نصيحه اخرى، ما تزيدوش على النار نهائيا. الا زدتوا على النار غتجيكم واحد الشاورما محروقه واللون ديالها مغموق، ما كتجي زوينه. وكذلك الا نقصتوا على النار راه كتجيكم واحد الشاورما اللي قاصحه، حيت الخبز الطورتيلا الا بقى كيطيب بزاف راه كيقصح، كيولي كيتفرتت، ما كيكونش القوام ديالو زوين. ديروا نار متوسطه وتبداو طيبوا الشاورما ديالكم، تضغطوا عليها مزيان حتى كتاخذ اللون محمر وكتقلبوها. وكتكون هذه هي الشاورما ديالنا من بعد ما وجدت. كتجي بنينه والشكل ديالها زوين وسهله واقتصاديه وما فيهاش بزاف المكونات. كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم ويعجبكم الفيديو ديال اليوم. كنقول لكم الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم وكيشرفني الانضمام ديالكم. كنقول لكم فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.